متواطئين على الصمت، ولا كمان في تواطؤ نفاق عام في الوطن العربي. لأن المشكلة الحقيقية هي حالة النفاق وكتمان كلمة الحق أو ما تظنه الحق. ليه؟ واحنا شايفين الخريطة الوطن العربي دلوقتي. ايه سر البلاء اللي موجود؟ الإرهاب. الإرهاب المتمسح بالدين. ليبيا، مصر هنا، سيناء وغيرها، السودان، اليمن، سوريا، العراق، لبنان، السعودية، كل المنطقة، طبعا تونس، الجزائر. لما تبص للخريطة دي كلها هتكتشف أن الإرهاب الديني، الإرهاب المتمسح بالإسلام، هو اللي عامل التمزق الرهيب وبحور الدم اللي احنا فيه. ماشي؟ طيب الإرهاب ده ليه؟ الإرهاب ده لأن الإرهابيين عندهم أفكار معتقدينها أنهم عايزين يعيدوا زمن الخلافة، وأنهم عايزين يطبقوا شرع الله، وأن المجتمعات دي مجتمعات كافرة، وأن المسيحيين أهل ذمة ولازم يدفعوا الجزية، وأنه المرأة دي كائن ما يخرجش من البيت ويغم نفسه نقاب وما يعني وكل ما تسمعه ده. الإرهابيين بيقتلونا ليه؟ بيفجروا ليه؟ بيفخخوا ليه؟ علشان يطبقوا الأفكار دي. الأفكار دي جاية منين؟ دخلت دماغهم ازاي؟ بتلاقي مؤيدين ازاي يجندوهم ويبقوا الأفكار دي لابد انها تتنفذ. هنا المصيبة اللي ما عادش عايز اتكلم فيها. المصيبة ان الأفكار دي تتبناها مذاهب ودول، وإنه الأفكار دي بتتمول وبتدعم من هذه الدول وبتعتنقها مؤسسات ومشايخ ودعاة بيقولوا إن ده الإسلام. الفرق إن هم بيعملوا ده، داعش بتقتل والقاعدة بتقتل عشان تنفذ اللي هم بيقولوه. يعني رأي الداعش في المسيحيين هو نفس رأي الوهابية في المسيحيين، مفيش حاجة خالص. رأي الداعش في المرأة هو نفس رأي الوهابية في المرأة، وهي نفس رأي السلفيين، مفيش حاجة خالص. والخلافة الخلافة لازم تتعمل، الخلافة عندي ده وعندي ده. داعش بس بيطبق، إنما الأفكار نفسها إحنا بقالنا 40 سنة في الحالة دي في مصر وفي الوطن العربي. جت ازاي وليه؟ الى مزيد من الصراحة، ده فهم للإسلام في السعودية. يعني ايه الفرق بين المطوع اللي يقوم زائق الست بالعصاية كده وعملي شعرك، وبين الداعشي اللي ماشي في شوارع الموصل يعمل كده لأي ست؟ ايه الفرق يعني؟ بالعكس، ده تحت مظلة الدولة ومتشرعة، وهنا هو عاملها لأنه عمل الدولة الإسلامية. الاثنين مفهومهم عن الدولة الإسلامية إنك تنغز الست اللي ماشية عشان حتة شوية الشعر اللي طالعة دي، أو إنك أصلا تتحكم في شعرها أو في لبسها. ما هو هي أنتوا بس بتكذبوا على بعض، كلكم بتكذبوا على بعض. الافكار ايه الفرق بين كل اللي بيقولوا ياسر برهامي وسعيد عبد العظيم وعاملين مشحات حوالين التماثيل وحوالين اللي هم رايهم انها اصنام والحضاره الوثنيه اللي بيوصفوا بيها الحضاره الفرعونيه، وبين داعش لما تخش تدمر ولا تخش مش عارف ايه تقوم مكسراه ومدغدغاه؟ ايه الفرق؟ ما هو بيقولوا نفس الكلام. وما كانش ممكن يبقى في داعش الا لو في وهابيه، في فهم للدين ده، فهم الدين اللي هو نفي الآخر، إقصاء الآخر، احتقار المرأة، كراهية الأديان الأخرى والتعالي عليها والعنصرية تجاهها وبما فيها المذاهب الأخرى. يعني هل كان ممكن يحصل عملية داعش تفجر في جامع شيعي وتقتل شيعة
إلا لو المناهج والمدارس والجمعيات واللي مش عارف ايه عايشة على ايه في السعودية وفي الخليج العربي، وطبعا متصدره لنا هنا في مصر، هل دول الروافض الكفرة؟ ايه الفرق؟ هو واحد راح بس رامي قنابل اللي قتلهم، انما هم انتوا الاثنين بتقولوا نفس الكلام. يعني مش هيحصل ان انتوا تواجهوا الارهاب ولا هتعرفوا تواجهوا الارهاب، وانتوا بتمولوه بحاجتين. بتمولوه في افكاركم ومناهجكم ومدارسكم وجمعياتكم وجامعاتكم وطريقه حياتكم وشكل حياتكم، وفي نفس الوقت بتمولوا المجموعات الارهابيه اللي بتحارب في سوريا ضد الاسد، لان كراهيه السعوديه وقطر للاسد سامحه لهم ان تتخرب سوريا باللي فيها لصالح ان الاسد يمشي. فده اللي احنا فيه دلوقتي. انا عايز اقول بامانه شديده، اقسم بالله غير حانث، انا بقول ده محبه للسعوديه وللشعب السعودي وللقاده السعوديين، وبقول بوضوح وبصراحه حبا في موقف الملك عبد الله شخصيا والسعوديه كلها من وراه، المساند الصلب الصلد وراء الثوره المصريه في 30 يونيو. من الحب نعارض ونختلف ونحذر، نسمع الكلام ده من الحب، مش نسمع الكلام ده ونتهمه بأقزع التهم ونصفه بأي وساطة عشان نهرب من أن نسمع كلمة تظن أنها كلمة الحق. ليه؟ ما تورونا يا جماعة من الأدلة اهي، الأدلة اهي. الفكر القصة كلها إيه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي؟ هي قصة انتشار الأفكار الإرهابية اللي هي أصلها متطرف، أصلها ضيق متزمت، ودي كلها أفكار الوهابية. وكانت الوهابية فهما للدين أو للمذهب الحنبلي، هم ما بيحبوش يقولوا عنها مذهب يعني، خاص بمجتمع الجزيرة العربية، هم أحرار، شعب وحكومة يتصافوا مع بعض، احنا مالنا. الخطورة في ايه؟ الخطورة ان لما حصلت الثروة النفطية الكبيرة بدأ تصدير الوهابية للوطن العربي كله. انت لغاية سنة 72 73 كان السلفية في مصر كده، بدأت لما تمولت سعادتك، اتمولت من جمعيات سعودية وقبل كده من حكومات سعودية. ما اقدرش اقول دلوقتي خالص ان الحكومات بتعمل ده، لكن بالقطع زمان كانت بتعمل. وبدأ نشر الفكر السلفي الوهابي في مصر، جوامع وجمعيات. طبعا كان في من زمان جمعية الأنصار السنة المحمدية بتاع محمد حامد الفقي، لكن توسعها وأموالها الطائلة ومساجدها اللي كترت كل ده في السبعينات، كل ده في السبعينات وما بعده. الدعوة السلفية، كان في حاجة اسمها دعوة سلفية ولا حركة سلفية ولا كان من ده خالص؟ مول واصرف وانفخ وكبر وراعي الدعم للإخوان المسلمين اللامحدود الهوسي. كل ده ليه؟ عشان أنشر الفكرة دي. إيه الفكرة دي؟ هو غزانا بيها ممولة، وفي نفس الوقت المصريين راحوا على مدى 20-30 سنة بتوع الإعارات دول، لما راحوا المدرسين والأطباء واشتغلوا هناك، وفي الغالب 90% من اللي كان بيسافر كان شباب صغير بعد التخرج، فمنهم اللي تشرب الفكر الوهابي، ومنهم اللي افتكر ان ده الإسلام، ومنهم اللي نافق في عمل ان ده الإسلام عشان يمشي حاله هناك، ومنه اللي رجع فاكر ان ده التدين. وبدأت الظواهر اللي خاصة بالمجتمع السعودي بس، زي ولبس وعلاقات خاصة بالمجتمع السعودي بس، تتصدر وتبقى زي العباية السعودية اللي بتجيلنا كده، زي الجلابية السعودي اللي جات لنا كده، اللي هي أصلا صيني يعني. هي ده. وبدأنا مصر يبدأ ينتشر فيها الفكر التكفيري اللي جاي من هنا من السلفية، لأن السلفية مكفراتية. بدأ فكرة عودة خلافة إيه اللي كان حد بيتكلم فيها في الستينات ولا السبعينات ولا الخمسينات. فبدأ فتنة طائفية. تعال ادرس كده الحوادث بين المسلمين والمسيحيين
والتي أطلقنا عليها الفتن الطائفية متى ظهرت مع الجماعات السلفية الإسلامية التي انتشرت في مصر، فصار هناك هذا الاحتقان والاعتداء على الكنايس وفتنة مش عارف الزاوية الحمراء وفتنة إيه وفتنة إيه والصعيد، وهؤلاء الذين فخخوا المسجد الشيعي في السعودية يفرقوا إيه عن القرية المصرية اللي طلعت حرقت الجماعة اللي قالوا عليهم شيعة في بيوتهم، حرقتهم حرقا وكانوا بيضربوهم، اللي هم فلاحين غلابة ضايعين فاكرين ان ده الايمان والتقوى انهم يقتلوا الشيعة وانهم كفرة. مين اللي زرع عند هؤلاء السذج البلهاء مفهوم ان دول كفرة ويتقتلوا ويتحرقوا ويتمثل بجثثهم؟ ما هو ده نفس تفجير الجامع. انتوا بس كلكم بتكذبوا على بعض. مين اللي عمل؟ مين اللي خلى بتاع القرية يفكر كده؟ السلفية والوهابية اللي ما عندهاش شغلانة من 40 سنة غير الروافض والشيعة اللي مش عارف ايه وكفرة. فانت تقول بقى انهم كفرة، لما يجي حد يقتل هتقول له لا ما تقتلش، ده مش ايه ده؟ ما انت عامل التربية والبيئة الحاضنة المشجعة المحفزة المحرضة على الفتنة. فتنة طائفية كانت موجودة في مصر مع الإسلاميين، ولو كان في شيعة أول ما ظهر بس تهمة اللي في شيعة شوف حصل فيهم، حرقوهم. وده اللي موجود في الدول العربية اللي فيها شيعة. ليه؟ سمعنا ده امتى؟ سمعنا امتى ده؟ لما بدأت الصراع ما بين الخمينية والوهابية. ازاي؟ ما هو من سنين شاه إيران والإمبراطورية الإيرانية ما كانش حد بيقول انهم عايزين المذهب الشيعي والشيعة الكفرة، وما كانش اللغة ولا اللهجة ولا الأداء ده، ولا لأن ما كانش في فلوس تمول الكلام ده ولا تنشره. والحاجة التانية انهم كانوا حبايب كلهم مع أمريكا لغاية ما حصلت. وأنا عايز بس أفكركم بين قوسين كده انه أميرة فوزية، الأميرة أخت الملك فاروق بنت الملك فؤاد، كانت متزوجة من شاه إيران، والاحتفالات في مصر وفي إيران وهي سنية والتاني شيعي، وما كانش حد لا امتعض ولا انزعج ولا اتهم ولا كفر. كل الكلام ده وارد اليومين دول، وارد ال40 سنة اللي تتربطوا فيها المصريين كلهم اتربوا على تكفير الآخرين، تكفير اللي يختلف معاك، تكفير الشيعة، تكفير الأقباط، تكفير الليبراليين، تكفير أي أديب وكاتب، تكفير أي حد يقول أي كلمة في الدين. ليه؟ البذرة جت من الوهابية والسلفية ونشرها من كتب ابن تيمية، اللي كان لو دخلت مكتبة مصرية في السبعينيات في أوائل السبعينات تدور على كتاب لابن تيمية كنتش هتلاقي نسختين. بعد كده مع المد الوهابي السلفي بيطبع ويتوزع مجانا وبقى نجم. طب جيب أي دراسة في الأزهر لغاية منتصف السبعينات وشوف لي كان مكتوب كام دراسة بتستدل ابن تيمية وبتتكلم عنه. فاللي حصل هنا الصراع بين الخمينية وبين الوهابية، واللي احنا شايفينه ده في الوطن العربي بيضيع وبيتدمر وبيتخرب نتيجة الصراع ده. لما حصلت الثورة الإيرانية، الأول كان اسمها الثورة الإيرانية، بعد سنتين بقى اسمها الثورة الإسلامية، لأنه خميني لما نزل من الطيارة كان معاه الحسن بني صدر وكان معاه ليبراليين ويساريين وشيوعيين كلهم عاملين ثورة ضد شاه إيران، حاجة كده زي 25 يناير. بعدها انفرد الخميني وتياره الإسلامي بالثورة وقتل وذبح وسجن وطرد كل الآخرين. وده برضو اللي هو الغرام المجنون بتاع اليسار، بعض اليسار يعني مع الظلميين، ده حاجة أجرك الله، مرض نفسي من قديم ما بتعلموش أبدا. فلما الخميني انفرد بالثورة الإيرانية وبقت الثورة الإسلامية، ظهرت هنا بقى حالة نشر هذه